تعالوا النهاردة نولعوا الفرن وندفوا الشقة ونعملوا الحواوشي باللحمة ونعجنوا عجينتنا الحلوة الجميلة زي ما انتوا شايفين كده. هو قلت ندفي الشقة النهاردة ونعملوا رغيفين حلوين. من زمان ما ولعناش الفرن ولا عملنا فيه حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هو النهاردة هنعمله غدا حواوشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دول اللي انتوا شايفينهم فطار فول وفلافل. الفلافل عجينة وجبت رنجة، واللحمة دي كانت عندي طلعتها وفكت عشان نعمل بيها الحواوشي. هنقلي بطاطس وهنقلي بتنجان. عملت الرنجة يعتبر كده سلطة، وسبت واحدة للي مش عايز سلطة رنج، وبطاطس وفلفل والبتنجان والفول زي ما انتم هتشوفوا كده اهو. هنقلي بقى البطاطس، مش هجيب لكم يعني العمال كده على طول. هن هنقلي البطاطس وهنقلي وراها البتنجان. فطار جماعي كده، وبقول لكم جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب، وفي صحتكم وعافيتكم واولادكم. زي ما انتوا شايفين كده هوت بنحضر الفطار. معلش سامحوني بس والله ما عارفه اخد نفسي. زي ما انتوا شايفين عندي برد جامد جدا، بس الحمد لله يعني كانت حاجه بسيطه، يعني شويه زكام كده. انتوا عارفين بقى الواحد لما بيكون مزكم بيبقى طالع على عينيه. هنا نسيت الكاميرا خالص وسايباها شغاله، ومش واخده بالي ان انا اصلا فاتحه الكاميرا. فكرت ان انا خلاص يعني قعدت يعني بصور البتنجان وخلاص، بس نسيت خالص ان انا نسيت الكاميرا عليه. قلت بقى مش مشكله. رحت هنا قالنا برضو الفلفل. الفلفل ده مش حراق، ده يعتبر بارد يعني مش حراق، في حاجه بسيطه حرقيه. قلت اقليه مع البتنجان والبطاطس النهارده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبعدين عملت بقى الفلافل او الطعمية حسب ما انتوا في بلدكم مسمينها. احنا هنا في اسكندرية بنقول عليها فلافل، في مصر بيقولوا عليها طعمية. هي كلها اصلا فلافل. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. فلافل سادة كده يعني مش حاشية فيها حاجة. بنعملها كده بسيطة، يعني كنت جايبة أصلا شارياها من السوق، مش عاملاها في البيت. وهي هي والفول. عايزاكم تذكروا الله كده، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمر. بشكركم جدا جدا على الفيديو اللي فات بتاع السمنة، أو بتاع الدهنة البلدي الجاموس الحلوة، أو الشحوم حسب ما انتوا بتسموه. بشكركم جدا حتى على مشاهدتكم، واللي اشتركوا عندي بقول لكم انتوا على دماغي على دماغي من فوق. ربنا يخليكم يا رب، واكبر بيكم كده هوت، واكون حاجة كده تفتخروا بيا. اهو حضرنا فطرنا طبيعي يعني متواضع كده، حاجة بسيطة نفطروا كده هوت مع بناتي كده هوت الصبح. ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم ويبارك في أولادهم. اهوت كده اهو زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى بنتي طبعا خلصنا الفطار وقالت لهم انا انا اللي هعجنلك العيش. ربنا يخليها يا رب ويرضيها هي واللي زيها، ويديها الخلف الصالحية واللي زيها يا رب العالمين. حطينا هنا بقى كنت انا اللي بصور ساعتها، وهي اللي صراحة اللي هي كانت بتحكي. ده حوالي زي كيلو ونص دقيق زي ما انتوا شايفينه كده اهوت بتحلله. وحطيت انا اصلا فيه سكر وحطيت فيه ملح، وهي هتحط الخميرة. وخلي بالكوا عايز تحطي بيكنج باودر ماشي، عايز تحطي آه خل ماشي، لبن باودر ماشي. العجينة ديت ممكن تحطي فيها كل حاجة، بس متحطش فيها زعتر طبعا عشان هي ديت عجينة عيش مش عجينة بيتزا. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هتعجنهم بقى كده اهوت بدالي، عشان احنا عاجنينهم بعد الفطار على طول عشان الجو ساقعة، عشان يلحق ان هو يخمر.
وايه ونعملهم على طول. لان طبعا النهارده ايه عندي بقى ايه هنا بنت كده النهارده وجوزها بقى، وايه وقلنا نولع الفرن ونعمله ايه عيش باللحمه كده، هو حاجه ايه بسيطه عشان خاطر ما ياخدش وقت ايه في العمل. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، هي صراحه اللي كانت بتعجن، انا ما عجنتش ولا حطيت ايدي في العجين، انا يا دوبك قرصت بس زي انتوا ايه ما شفتوا. ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب، ويخلي البنات كلها. وهي برضو اللي خرطت صراحة الخضرة، وخرطت الفلفل. انا خرطت طبعا البصل عشان خاطر عينيها وكده، قلت لها قال عليا ان انا اعمل لكم ايه البصل. اهو الفلفل والخضرة احنا بنحط عليها ايه على العيش باللحمة خضرة، في ناس ما بيحطوش خضرة، وانا ساعات ما بحطش خضرة، بس بتدي نفس صراحة حلوة، بتبقى حلوة وجميلة. حطينا بقى هنا ايه يعتبر الملح، وحطيت فلفل اسمر كتير، وحطيت بهارات لحمة، وكنت بدور على على البلحية جوزة الطيب، صراحة ما لقيتش، بيبقى حلوة قوي وريحتها بتبقى حلوة قوي بجوزة الطيب. قلت لكم قبل كده ان انا اصلا عندي 3/4 لحمة في التلاجة، فقلت ايه هعملهم النهاردة اهوت. زي ما انتوا شايفين طبعا البصل بتاع الحواوشي ما بتعملش في الكب عشان ما يعملش ميه، بتخرطيه كده صغير خالص، هو اصلا بيبقى حلو ونزل ميته في قلب اللحمة كده هوت وفي قلب العيش، وبيبقى طعمه حلو وجميل وزي العسل. حطينا بقى الخضرة كده هوت على ايه على البصل، عشان الملح اللي فيها والبهارات كلته يعتبر يتبل ايه مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين اهوت، وسامحوني سامحوني يا جماعة عشان زوري، عشان ايه صوتي يعني. آه ما هو ايه يعني عياله مشي عيالي مشوا، فانا طبعا ايه اللي بمنتج ايه الفيديو في الاخر. ربنا يخليهم ويبارك فيهم ويخليهم لبيوتهم وعيالهم يا رب العالمين، ويدي اللي عايز الخلاف الصالح. اهو زي ما انتوا شايفين كده، عملت بقى البهارات كده في قلب الخضرة والبصل، وقلبتهم وقلبت اللحمة، واعذروني ان انا بعمل بايديا، فالحق لازم تعملي بايديك يا جماعة في الحاجة اللي زي دي. اللي عايز يلبس جوانت بيلبس، انا طبعا ايدي طول النهار بتبقى في المية، وانتوا عارفين ان انا واقفة طول النهار كده ايه على الحوض كده هوت، وايدي على طول في المواعين، وعلى طول مغسول، انتوا عارفين كده على طول. زي ما انتوا شايفين اهوت كده هنكورها بقى، عشان ابقى هي عارفة ان انا هقرص العجينة على قد اللحمة اللي انا ايه هنعملها، هتشوفوها دلوقتي كده اهوت. مش هجيب لكم بقى وانا بقرصها، بس انا ايه هقرصها يعني ايه على طول، وهتشوفوها. لازم بصوا بقى ديت السمنة يعتبر اللي انا عاملاها امبارح، حطيت نسبة دهون كده اهو، بوريكم بقى الترميلة بتاعتها. بصوا زي ما وريكم كده امبارح، ترميلة مرملة خالص اهي يا جماعة، جميلة وزي الفل. حبيت احط منها كده حتة ايه على على اللحم، عطيها نفس جميل صراحة وزي الفل. كورتها بقى كده اهوت، وما جبتلكوش بقى وانا بعملها صراحة. عايزه اقول لكم والله ما قادره اتكلم وصدري عامل خالص. كورتها كده، والكرة دي بقى ايه بقرص على قدها بقى ايه العيش. صراحة هو طلعوا 24 لحمة، لكن العيش طلع حوالي زي 22 يعني رغيف. زودنا بقى ايه في اللحمة في العيش اللي هو ايه يعتبر معمول. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، بنقرصه وبنعمله ايه هو بيبقى رغيف واحد، مش بيبقوا 2 على بعض. هجيب لكم بقى ايه مش عارفة رغيف ولا 2، وبعد كده يعني ايه هخلصهم واوريهم لكم. اهي ان يعتبر انا عملت برضو رغيف عشان اوريه لكم. وهنا كان حازم بقى ابن بنتي هو اللي ساعتها بيصور. حازم بقى له 15 يوم كان عامل عملية، ولسه بقى ايه طالع، وبكرة عنده استشارة، كان عامل عملية اللبس. ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. بناخد بقى كده اهوت، وبحطها على نص العجينة، وبروح قافلة ايه الرغيف بس كده اهو، ما يبقاش بقى العجينة كتيرة ولا اي حاجة، لا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ما بوسخش ايديا، فبروح ايه عاملاها كده.
اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وبروح ايه قافلاها، وبروح متكية عليها كده، وتروح ايه قافلة. كده ما بتسربش بقى معاكي اي سوائل ولا اي حاجة، تكون منزلاها ايه، بينزلها ايه البصل. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت، عملت وحطيته بقى في الصينية في على القماش. ما رضيتش ان انا احطها في الصواني كله، حطيتها بس ايه في يعتبر في اللي انتوا شايفينه الصينية اللي هناك دي، احطهم كده زي ما بتحطوا كده قرص على بعض. انا حطيتهم كده على بعضهم وغطيتهم عشان خاطر يرفعوا، عشان برضو الجو ساقعة، ما ايه ما يعملش، عشان يخمر كده على طول. اهو زي ما انتوا شايفين رفع كده اهو معايا، خدت اللي انا عملته الاولاني، والصينية ديت بعصها كده ايه زيت. وبحط برضو على وشه زيت طبعا. ما عنديش بقى سمسم ان انا احط عليه صراحة. يا دوبك عوزته كده بس زيت، ما عملتوش ببيض ولا حاجة زي قبل كده، عملته ببيض وكان شكله حلو. لكن عملته بس كده، عملته بالفرشة بالزيت. وهي الصينية دي بس بعصها مرة واحدة كده زيت، عشان خاطر مفيش ايه حاجة ايه تتحرق ولا حاجة. بس كده هو هوريهولكوا برضه هو ايه وانا بعمل ايه. يعتبر لازم ايه بروح مخرماه كده ايه بالشوك. بصوا كده اهو عشان خاطر ما يتنفخش معانا. آه عشان خاطر ايه ما يتنفخش ايه معانا، زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وايه وبحطه ايه في الفرن، احطه على الصاجة من تحت خالص. اه زي ما انتوا شايفين اهوت بعمله كده اهوت عشان ما يتنفخش، عشان خاطر ياخد سوا كده حلو في الفرن. بس كده اهو زي ما بوريهولكم اهو، دخلته كده الفرن يعتبر على ايه، على الشبكة. بس حصل بقى حاجة. هنا بقى بحط فوق عشان خاطر يحمر. انا طلعت نص العيش زي ما انتوا شايفين. هوريكم لان طبعا عايزين يتغدوا، ويعتبر انا اتأخرت فايه. هوريكم اللي انا اخدته، وبعد ما اتغديت رجعت تاني كملت الباقي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا القعر بتاعه جميل وزي الفل، وكان نفسه حلو وجميل خالص. زي ما انتوا شايفين اهوت، بعمل بالطريقة الحلوة الجميلة ديت وبحطه في الصينية. بصوا هنا بقى حضرت جبنة الشيبسي والمخلل، وحضرنا كده هو سخن، رحنا ايه واكلين بقى كده على طول. بعد يعتبر ما اتغدينا جيت كملت بقية العيش. هوريكم برضو دلوقتي ايه الحاجة اهوت. يعتبر حطيت الشيبس عشان ايه نصور المقطع ده، ورحنا رايحين نتغدى، وبعد كده رحت جاية تاني كملت بقى ايه بقية العيش. اهو زي ما انتوا شايفين كده مخلل وشيبسي بقى، وجبنا بقى حاجات خضرا كانت في التلاجة. كان عندي خس وجرجير، وده كان غدانا كده اهوت. عملت نص الحاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. طبعا شربت الشاي عشان كان بعد الغدا. وايه وعملت ايه بعمل يعتبر كده ايه في الباقي، والانصاص اللي في الطبق ده اللي فضل مننا من الغدا. هوريهولكوا برضو من جوه حلو وجميل، واللحمة كده ما اتحركتش، وكان زي العسل صراحة. يلا بألف هنا وشفا للي أكل، ألف هنا وشفا ليهم ولينا وليكوا يا جماعة. متنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس أمرا. يا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم، ويكون خفيف على قلبكم. بصوا جميل وزي العسل ازاي. ده اللي يعتبر اللي فضل ايه من الغدا اللي احنا ايه اتغديناه وعملته يعني قبل كده. بس ده ايه كان فيديو كده النهاردة وخلصت. بقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.